عمرو النجار 23 سنة خبرة في مجال المبيعات والتدريب. اشتغلت في أكبر الشركات العالمية، قفلت وشاركت في مبيعات كتيرة جدا ودربت آلاف المتدربين على منظومة البيع. قررنا نعمل لكم مجموعة من الفيديوهات بمثابة كورس مكثف لاحتراف المبيعات بغض النظر عن مستواك ايه. الكورسات بتاعتنا ديت او مجموعة الفيديوهات هتفيدك جدا لان فيها تفاصيل محدش هيقول لك عليها. اوعدك بحاجتين، انك انت هتستفيد وتنبسط. تعالى كده فكر معايا، لو انت خدت القرار انك عايز تشتري قميص، ده قرار عقلاني جدا. رحت المول الساعه 4 العصر، لقيت الكهرباء قطع في المحل اللي انت متعود تشتري منه القميص بتاعك، جو حر جدا. القرار هنا ايه؟ يا اما انك تفكر تمشي وترجع ليه بالليل او بكره تكون الكهرباء رجعت عشان عايز تشتري ومزاجك حلو، او انك تشوف محل تاني لو انت محتاج القميص ده بصوره ضروريه. هنا اللي خد القرار بتاعك كان في دافع الاول انك محتاج القميص، ولكن القرار العاطفي هو اللي خلاك تقف وتقول لا انا مش هكمل شراء لان الجو حر. ناخد بالنا ان احنا بنتعامل مع اعقد آلة ربنا خلقها وهي العقل البشري. المنظومه دي فيها كميه تعقيدات كبيره جدا، حسب المود اللي انت محطوط فيه بتاخد القرار. بس استنى، انت بتكلمني على اني بياع، انا ما بشتغلش بياع ولا بشتغل في مجال المبيعات. طب ما تيجي نبص عليها من زاويه تانية. فاكر اول لعبه اشتريتها وكنت بتتحايل على باباك او مامتك ان هم يجيبوها لك؟ ده انت كنت بتبيع ليهم فكره ان انت عايز اللعبه دي، وقدمت تنازلات. قلت لهم طب انا مش هاخد مصروف الفتره اللي جايه، طب انا هعمل كذا، طب انا هعمل كذا. قدمت تنازلات علشان تعرف تقنعهم باللعبه الفلانيه. كبرت سنه ودخلت الجامعه، مش كنت عايز تقنعهم انك تطلع رحله معينه مع اصحابك؟ طب خلصت مرحله الجامعه ودخلت تعمل انترفيو، انت هنا بتبيع ايه؟ انت هنا بتبيع الخبره بتاعتك ووقتك لشركه، فانت لازم تبيع خبرتك بشكل كويس جدا للناس اللي قدامك. البيع هنا مبني على انه البني ادم من ساعه ما بيصحى لساعه ما بينام هو عمال يبيع حاجات كتيره للبني ادمين اللي حواليه. وعشان نحترف المبيعات لازم دايما تفكر بدماغ الطرف اللي قصادك، ازاي اللي قدامك شايفك او عايز منك ايه او هيستفيد ايه لما يتعامل معاك. دايما شيل من دماغك فكره انك انت عايز تبيع منتج او خدمه. احنا هنا شفنا ان احنا كلنا جوانا بياعين صغيرين بيطلعوا ساعه ما احنا عايزين نقول فكره او نقول حاجه معينه عشان اللي قدامي يقتنع بيها. تعالوا نشوف بقى في الشركات الحقيقيه الموضوع ده بيمشي ازاي. الموضوع ده معقد جدا لان اطرافه كتيره في المعادله. انت بتلاقي ان البياع موجود، المنتج او الخدمه موجوده، والعميل كمان دخل عشان يشتري، ولكن العميل خرج من غير ما يشتري حاجه لانه ما عجبوش طريقه تعامل البياع معاه في المكان. هنا البياع بوظ البيع. ولو سالتك هو البيع مبني على المهاره ولا الموهبه، هتلاقي في ناس بتختار الموهبه وفي ناس تانية بتختار المهاره. ولكن في حقيقه الامر فكر معايا كده 3 ثواني، ايه هي مهارات البيع؟ سمعك وعارف انك انت بتفكر هتقول لي انه بياع بيعرف يعرض، او بياع بيعرف يتكلم، او بياع بيعرف يتعامل مع العميل. كل دي مهارات ملاش علاقه بالبيع. البيع عباره عن وظيفه زي اي وظيفه انت ممكن تكون شفتها، ولكن صعوبتها انها محتاجه او معتمده على مهارات 6 اساسيه. لو ما بتعرفش تجيد ال6 مهارات دول مع بعض فانت ما ينفعش تشتغل في مجال المبيعات. طب هو الشغل في مجال المبيعات سهل ولا صعب؟ هو صعب جدا لانه بيعتمد على حاجات تانية اساسيه كتير، وبيحتاج ممارسه وعملاء كتير جدا عشان تتعلم فيهم، والشركات ما بتصبرش على حد انه يتعلم عندها، انه طبعا انت هتخسرهم بيعات كتير. نرجع بقى ان البيع عباره عن مهارات كتيرة جنب بعض، وسر احترافك للمبيعات مبني على 6 مهارات أساسية. لو اتعلمتهم هتبقى انت بياع في حتة تانية خالص. من أهم المهارات اللي بتبقى مطلوبة جدا كبني آدم قبل ما تكون بتشتغل في مجال المبيعات هي مهارة التواصل الفعال. ازاي تتواصل مع الطرف اللي قصادك وتبقى بتأثر عليه، ويبدأ انك انت يبقى فيه لينك ما بينك وما بينه علشان يرضى يكمل يسمعك. المهارة التانية هي مهارة التأثير العاطفي، بيسموها الايموشن انتليجنس. ازاي يبقى عندك مشاعر بتاعتك واصلة اللي قدامك وتبدأ تأثر عليه علشان ياخد القرار اللي انت عايز توجهه ليه. المهاره الثالثه هي مهاره تقديم العروض الاحترافيه، وهنا بيبدا هنا الناس تلمع اول ما تبدا تطلع تتكلم على منتج معين. فكر فيها كده، كم واحد شفته في حياتك بيلمع قدامك اول ما اتكلم، ودنك سمعته وعمل جرابنج الاتنشن بتاعك. المهاره اللي بعد كده مهاره البابليك سبيكينج، ازاي تقف قدام جمهور وتتكلم، ويبقى اول ما تطلع تتكلم قصادهم الناس تسمعك والناس تبقى مركزه معاك وتبدا تخطف الاضواء. المهاره اللي بعد كده هي مهاره التفاوض، ازاي لما انا وانت نختلف ازاي نبدا نتفاوض مع بعض علشان اكسب اللي انا عايزه من غير ما اضر بيك، يبقى انت شايف معايا الناحيه الثانيه انك انت كسبان وانا كمان كسبان. المهاره السادسه دي ومهمه جدا انك تتقنها وتيجي بالممارسه هي مهاره معالجه الاعتراضات. ازاي انا وانت نعترض على حاجه ونوصل مع بعض لاتفاق بحيث انك انت تكون كسبان وانا كمان اكون كسبان. هي بتلمس شويه في مهاره التفاوض ولكن هي مختلفه تماما، ليها التدريبات بتاعتها. وعشان تشوف وتتاكد ان البيع اسلوب حياه، فكر في اي وظيفه تيجي على بالك، دكتور،
محامي، دكتور في الجامعه، لو بتتكلم على حد في كول سنتر، كل دول بيبيعوا حاجات كتيره جدا. تعال ناخد بس مثال او اتنين او فكر انت في الباقي. مهاره مثلا زي مهاره الاستماع والتحليل والتاثير العاطفي، هل هي مهاره ينفع تبقى ميزه تنافسيه في البيع؟ ومين اللي بيستخدمها؟ طب تعالوا كده نشوف الدكتور اللي هو مثال ممكن يكون بعيد شويه انت ما فكرتش فيه ان هو بيشتغل في مجال البيع اصلا. الطبيب من احد الحاجات اللي تميزه في السوق انه بيسمع للمريض ولا لا، بيحلل كلامه صح ولا لا. هتلاقي ان المريض ممكن يروح لدكتور ويرشحه مره واثنين وثلاثه لمجرد انه استريح وهو قاعد بيشكي له المرض بتاعه وبيوصفه والدكتور بيسمع. وهتلاقي ان في ناس تانية ممكن ما تروحش لدكتور معين او تقول لك لا الدكتور دوت مش لطيف لانه ما بيسمعش. هو ممكن يكون الدكتور اللي ما بيسمعش اشطر من الدكتور اللي بيسمع، ولكن استخدامه للمهاره والممارسه بتاعته في المهاره هنا هي الحته اللي خلته يبيع اسمه ويبيع خبرته ويبيع العياده بتاعته. طيب تعالوا ناخد وظيفه تانية يمكن تكون انت ما فكرتش فيها انها مرتبطه بالمبيعات، وهي وظيفه المحامي مثلا. هل المحامي بيستخدم المهارات الاحترافيه في البيع؟ طبعا المحامي بيستخدمها كمان وبكثره. هتلاقي مثلا المحامي بيعتمد بشكل كبير جدا على مهاره الاستماع والتحليل، لانه شغلتهم بتتوقف على التفاصيل علشان يلاقوا منها الثغرات ويبداوا يشوفوا هيتعاملوا ازاي مع القضيه. هتلاقي كمان المحامي بيتعامل بشكل كويس جدا في التفاوض ومعالجة الاعتراضات. هتلاقي كمان المحامي بيشتغل بشكل قوي جدا على الكاريزما وبناء اسمه في السوق بشكل يلفت النظر. هو ده اللي بيفرق المحامي الكبير عن الوسط عن الصغير، مع انه كلهم بيدرسوا من مواد قانون واحدة، ولكن اللي بيفرقهم استخدامهم للمهارات دي. اول مهارة مهارة التواصل الفعال، ودي مهارة مهمة جدا لازم كل البياعين يتقنوها قبل ما يبدأ يقرر انه عايز يبيع حاجة لحد. المهارة دي بتعتمد على قدرتك على التواصل مع اللي قدامك بشكل انه اللي قدامك يبقى قاعد مبسوط معاك. ليها شروط وليها ضوابط ولازم تجيد فيها شويه حاجات. من ضمن الحاجات الاساسيه فيها انتقائك للكلمات اللي انت هتقولها، استماعك للعميل علشان تعرف تفهم منه هو عايز ايه، تحسسه انك انت مهتم بالكلام، مش العميل بيكلمك وانت باصص في حته تانية او مش مركز معاه او مش ماسك قلم ورقه وبتكتب وراه الحاجات المهمه جدا عشان تاخد بالك منها. هنا العميل بيستشعر انك انت مش قادر تجمع هو عايز منك ايه. التواصل ده من المهارات الاساسيه في احتراف المبيعات. هنرجع بقى للمثال اللي قلناه في الاول خالص وهو مثال المول، وتعالوا نغير شويه تفاصيل فيه وتبقى انت بطل الروايه. قول لي هتعمل فيها ايه. لو انت عندك خلاص القرار انك انت راح تشتري قميص، فانت لو داخل المحل ده علشان تشتري وحد استقبلك بابتسامه لطيفه ووش بشوش، ده هيشجعك اكتر انك انت تشتري. بعكس خالص بقى لو استقبلك واحد بتجاهل او بتكشيره وفضل ماشي وراك ضاغط عليك علشان يجبرك انك انت تشتري، وهنا هتكون انت اتقفلت وخدت قرار انك تمشي من المحل من غير ما تشتري بسبب التواصل، مع انك انت عندك القدره واخد قرار انك انت تشتري. فاللي بوظ البيع هنا البياع. طب انت دلوقتي تخيلت ان التواصل الفعال مؤثر جدا في عمليه البيع وبتخلي الناس تشتري وناس ما تشتريش. طيب ممكن نبدل الكراسي بقى. فكر كده انك انت البياع وعايز تتعامل ازاي مع العميل وتتواصل معاه وتستخدم مهاره التواصل الفعال بشكل يخلي العميل مبسوط انه يكمل معاك البيعه. لازم تنتقي كلماتك، لازم تبقى بتعبر عن اهتمامك للعميل بشكل العميل يشوفه، مش انت بس اللي تبقى شايفه من وجهه نظرك. لازم العميل يتاكد ان في لينك ما بينك وما بينه وانك انت مهتم بكل تفاصيل. في ناس بتبقى بتوضح للعميل وبتوري له ان هم معاهم بورقه وقلم علشان يقول له انا مهتم بكل كلمه انت بتقولها. هنا العميل لما بيشوف الورقه والقلم بيتاكد انك انت هتاخد طلباته علشان انت عايز تحل له مشكلته وهترجع له بحلول تلقى استحسانه لانك انت كتبت وراه. خدوا بالكم انه مهاره التواصل دي مهاره مهمه جدا لازم تتقنها علشان العميل يرضى يكمل معاك البيعه، وده اول مفتاح من المفاتيح السته المهاريه اللي هنتكلم عليهم في الفيديوهات اللي جايه. هنتكلم على سر الصنعه وسر المهاره وازاي تستخدمها وازاي تطوعها علشان تبقى عندك بياع كاريزما بيلمع الشركات بتتخانق عليه. وهعرض لكم تأثير المهارات الأساسية في احتراف المبيعات على شركة عملاقة زي شركة فورد لما حصل لها كارثة في سنة 2006 وخسرت 12 مليار دولار، وفي ظل 4 سنين من احتراف مهارات معينة قدرت تعوض خسارتها وعملت أرباح 6 مليار دولار برغم ظروف الاقتصادية سنة 2010. وفي آخر كل فيديو هرشح لكم كتاب يساعدكم على تنمية المهارة اللي بنتكلم عليها. كتابنا النهاردة اللي بينمي مهارة التواصل الفعال اسمه Selling with Emotional Intelligence. ولو عندكم أسئلة أو استفسارات عن مهارة التواصل في احتراف المبيعات اكتبوها لي في الكومنتس وهرد عليها.